دي الحكايات من قلب حرب العراق، بيحكيها الرجالة والستات اللي عاشوها. الكنيسة دي هتنفجر، لازم نطلع من هناك بسرعة. في 20 مارس 2003 بدأ الغزو الكبير من الولايات المتحدة وحلفائها على العراق. السبب الرئيسي اللي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هو أن حكومة صدام حسين مخبية أسلحة دمار شامل، وده شمل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وممكن كمان الأسلحة النووية. واشنطن كمان قالت إنه لازم يتم إزاحة صدام بسبب حكمه الوحشي وعلاقته المزعومة بالإرهاب الدولي. بس قبل ما يدخلوا الجنود العراق ما كانش واضح إيه اللي هيحصل فعلا بعدما الحكومة تقع. كان فيه توتر من زمان بين العراق والولايات المتحدة. في سنة 1991 العراق تغلبت في حرب الخليج بعدما احتلت الكويت. بعد كده الأمم المتحدة فرضت عقوبات وفتشت بشكل صارم على الأسلحة الممنوعة في العراق. الولايات المتحدة وبريطانيا كمان فرضوا مناطق حظر طيران في شمال وجنوب البلد، يعني كان ممنوع على بعض الطيارات العسكرية العراقية تطير في الأماكن دي. لما الدفاع الجوي العراقي كان بيضرب الطيارات اللي بتعمل دوريات، القوات الأمريكية والبريطانية كانت بترد عليهم. عشان كده حتى لو ما فيش حرب كبيرة جديدة، المعارك الصغيرة في السماء كانت شغالة. الولايات المتحدة كان عندها خطة عسكرية جاهزة لو قامت حرب جديدة، كانوا مسميينها أوبلان 1003، لكن النسخة الأولى من الخطة دي كانت لقوة أكبر وعمليات أبطأ، وده مش اللي كان عايزه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. رامسفيلد كان مؤمن إنهم يقدروا يهزموا العراق بقوة عسكرية أصغر لكن أسرع. بدل ما يبعث عدد كبير من الجنود مرة واحدة، كان عايز يعتمد على الطيارات الحديثة والأسلحة الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية والقوات الخاصة وحركة سريعة للقوات البرية. في ضباط عسكريين كبار كانوا قلقانين من الخطة دي. بالنسبة لهم ممكن القوة الصغيرة تكون كفاية عشان تهزم الجيش العراقي، بس ممكن ما تكونش كفاية عشان يسيطروا على البلد كلها. بعد المعركة كمان عدد الجنود اللي هيتبعتوا كان بيتغير وبيتعاد مراجعته أكتر من مرة. عشان كده وقت وطاقة كتير من المخططين العسكريين راحوا في ترتيب الانتشار، وبقى التخطيط للأمن والحكومة والنظام في العراق محدود لما يسقط صدام. حسب التحليلات اللي جات بعد كده لDPR، كان عند التحالف قوة كافية عشان يكسب المعركة الرئيسية، لكن ما كانش واضح إذا كان عدد الجنود ده كافي عشان يحافظوا على السلام بعد كده. وكان فيه مشكلة تانية عند الولايات المتحدة، كانت عملياتها في أفغانستان لسه مستمرة وقتها بعد هجمات 11 من سبتمبر، وكان لازم أمريكا توفر جنود وطائرات وفريق استخبارات وفلوس هناك كمان. يعني مش كل الموارد العسكرية بتاعتها ممكن تتحول للعراق. في البداية كانت الولايات المتحدة ناوية تدخل العراق من الشمال والجنوب في نفس الوقت، والقوة الرئيسية هتيجي من الكويت في الجنوب. وفي نفس الوقت كان في وحدات أمريكية كبيرة المفروض تعدي من تركيا عشان تهاجم الجزء الشمالي من العراق. لكن في 1 مارس 2003 البرلمان التركي رفض يسمح للقوات البرية الأمريكية تستخدم أراضيهم. بسبب كده اضطرت الولايات المتحدة تغير الخطة قبل الغزو بأسابيع قليلة بس. في الاستراتيجية الجديدة أكبر قوة من التحالف هتيجي من الكويت، وبرضه ما كانوش ناويين يوقفوا ويحاربوا لفترة طويلة في كل مدينة في الجنوب. هدفهم الرئيسي كان إنهم يعدوا بسرعة ويدمروا اتصالات الجيش العراقي ويوصلوا لبغداد بسرعة قبل ما حكومة صدام تقدر تبني دفاعاً قوي. السرعة والمفاجأة كانوا مهمين هنا، وأثناء تقدم الدبابات والجنود على الأرض، الطيارات كانت هتهاجم مقرات القيادة العسكرية، محطة الرادار، مركز الاتصالات، وأهداف تانية مهمة. قوات العمليات الخاصة كمان هتدخل أجزاء مختلفة من البلد عشان تجمع معلومات استخباراتية تربك القيادة العراقية وتمنع بعض الوحدات إنها تساعد بغداد. كل دولة من الدول اللي في التحالف ليها دور مختلف. القوات البريطانية اتكلفت إنها تسيطر على شبه جزيرة الفاو، ودي منطقة مهمة قريبة من الخليج الفارسي، وكان لازم كمان يحاصروا ويسيطروا على البصرة، تاني أكبر مدينة في العراق. أستراليا قدمت طيارات وقوات بحرية وقوات خاصة، وبولندا كمان بعثت حوالي 200 كوماندوز.
لكن أكبر جزء من القوات كان فعلا جاي من الولايات المتحدة. حوالي 170 ألف جندي من قوات التحالف شاركوا في المرحلة الأولى من عملية حرية العراق. القوة دي كانت أصغر من القوة اللي استخدمها التحالف في حرب الخليج سنة 1991، ومع كده كان عندهم تفوق كبير جدا في التكنولوجيا. التحالف كان عنده طيارات متطورة، قنابل موجهة، أجهزة رؤية الليلية، دبابات حديثة، اتصالات بالأقمار الصناعية، ونظام قيادة عسكري أسرع. بس كان فيه افتراضات غلط عند المخططين الأمريكان. كانوا متوقعين إنه كتير من المدنيين العراقيين هيستقبلوهم كمحررين، وكانوا كمان مصدقين إن صدام ممكن يستخدم أسلحة كيميائية لما التحالف يقرب من بغداد. عشان كده كان مع كتير من العساكر بدلات واقية وأقنعة وأجهزة كشف عن المواد الكيميائية. لكن بعد الغزو ما لاقوش أي مخزون نشط من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية زي ما توصفت قبل الحرب. حسب النتائج النهائية لفريق مسح العراق دمر أغلب برامج الأسلحة المحظورة بتاعته بعد حرب الخليج، وبرضه ما ثبتش إن كان عند العراق مخزون كبير من أسلحة الدمار الشامل جاهزاً سنة 2003. ومن ناحية صدام حسين هو كمان ما كانش قرأ الوضع صح. ولسنين طويلة العراق كان بيتعرض لضربات جوية وضغط شديد من الولايات المتحدة، وبسبب ده صدام افتكر إن اللي هيحصل هيكون مجرد قصف محدود زي قبل كده. وكان كمان عنده أمل إنه يقدر يمنع الغزو عن طريق التعاون مع مفتشي الأسلحة بتوع الأمم المتحدة. هو ما كانش متوقع خالص إن واشنطن كانت جاهزة تبعت قوة برية كبيرة لحد بغداد، وكان صدام واثق إنه جنوده يقدروا يقتلوا. بس كتير من الضباط العسكريين العراقيين كانوا عارفين إن أمريكا متفوقة جدا في الطيارات والأسلحة والتدريب والاتصالات. كانوا عارفين إنه صعب جدا يوقف التحالف في الصحراء الواسعة والمفتوحة في جنوب العراق. لو الطيارات الأمريكية شافوهم ممكن يهاجموهم قبل ما يقربوا من العدو. وكان ترتيب دفاع صدام مشكلة كبيرة تانية. ما حطش كل أقوى جنوده على حدود الكويت، كان عنده قوات أكتر مركزة على مخاطر تانية. في الشرق إيران كانت منافس للعراق من زمان، وفي الشمال الحكومة كانت قلقانة من الجماعات الكردية اللي بقالها سنين بتطالب بحرية أكبر. عشان كده الجيش العراقي كان متوزع في أماكن كتير في البلد. حتى الحرس الجمهوري اللي هو أقوى وأكثر قوة يثق فيها صدام ما جمعهمش في دفاع واحد قوي. صدام كان متعمد يفرق الوحدات دي لأنه كان خايف كمان إنهم يستخدموها في انقلاب ضده. عشان كده كان في عدد قليل بس من أحسن جنوده موجودين قريب من الكويت لما بدأ الغزو. وأثناء ما التحالف كان بيستعد لهجوم سريع على بغداد، كانت دفاعات العراق متفرقة والتنسيق ضعيف، وكلها معتمدة على أوامر قائد مش فاهم الخطة الحقيقية اللي جاية عليه. في أول أيام الغزو التحالف تقدم بسرعة، لكن في مدينة النصرية اكتشفوا إن الحرب كلها مش هتكون سهلة. في 23 مارس 2003 قافلة من الجيش الأمريكي أضلت الطريق ودخلت منطقة كانت تحت سيطرة القوات العراقية. القافلة كانت من سرية الصيانة 507. الشغل الأساسي للوحدة دي هو تصليح ودعم العربيات العسكرية. هم مش معمولين علشان يقودوا معارك تقيلة. كان في 18 عربية و33 جندي في القافلة. بسبب الاتجاه الغلط دخلوا جوا النصرية. هناك اتهاجموا من جنود عراقيين ومحاربين مسلحين مش لابسين زي عسكري رسمي. الحماية في بعض عربياتهم كانت ضعيفة، وكمان كتير من الجنود كانوا تعبانين وما عندهمش تواصل واضح. 11 جندي أمريكي ماتوا، 7 اتقبض عليهم، والباقيين اتصابوا أو تفرقوا عن وحدتهم مؤقتاً. الكمين ورى إنه حتى لو التحالف كان بيتحرك بسرعة في الصحراء المفتوحة، الوضع بيبقى أخطر لما يدخلوا مدينة فيه مباني كتير، شوارع ضيقة، كباري وقنوات، وأماكن كتير يقدر العدو يستخبى فيها. وبرضه مش سهل تفرق بين المدني العادي والمقاتل المسلح. النوع ده بالذات من القتال هو اللي فدائي صدام كانوا عايزين يستخدموه. الفدائيين بتوع صدام هم جماعة مسلحة مخلصة للحكومة ولحزب البعث. هم مش زي الجيش النظامي اللي عنده زي موحد وواضح
وقوات عسكرية عادية. كانوا غالباً بيستخدموا عربيات بيك اب وأسلحة خفيفة وقاذفات RPG وهجمات سريعة. كانوا بيقربوا من اتجاهات مختلفة وبعدين بسرعة بينسحبوا أو بيستخبوا جوا المدينة. هدفهم مش دايماً إنهم يهزموا التحالف في معركة كبيرة. خطتهم العملية أكثر هي إنهم يبطئوا التحالف ويعطلوا خطوط الإمداد ويزودوا عدد الضحايا. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيدوروا فيه على الجنود المفقودين، أمروا مشاة البحرية الأمريكية يسيطروا على الكباري المهمة. هم محتاجين الكباري دي لأنها الطريق اللي يعدوا بيها نهر الفرات والقناة اللي جنبه. لو ما قدروش ياخدوا الكباري دي، حركة القوات اللي رايحة للشمال ممكن تتأخر. لكن العملية بقت فوضى. في دبابات كان لازم تمشي عشان تتزود بالوقود، وفي وحدات فقدت الاتصال الواضح. بعض العربيات اتزنقت في أرض طرية وطينية، وهم بيتقدموا السرية سي اتعرضت لقذائف هاون ورشاشات وقنابل RPG وضرب نار من أماكن مختلفة، بس قدروا يوصلوا للقنال. لكن التنسيق الجيد بين الوحدات اتقطع وسط الزحمة في عربيات رجعت لورا من غير أوامر واضحة، وأتسابوا بعض المارينز من غير دعم وكادوا يتطوقوا من العدو. طلبوا دعم جوي، وصلت طيارات الهجوم A-10. المشكلة اللي حصلت إن الطيارين معرفوش بسرعة إن بعض العربيات اللي تحت دي بتاعة المارينز الأمريكان. الطيران الصديق ضرب موقعهم بالغلط. حسب التقارير الرسمية للجيش الأمريكي، في مارينز ماتوا واتصابوا بسبب ضرب النار من العراقيين، وكمان من ضرب النار من زمايلهم بالغلط. لكن لفترة طويلة كان صعب نحدد العدد بالضبط للناس اللي ماتوا بسبب هجوم الأي 10 بشكل مباشر. النيران الصديقة بتحصل لما القوات بتضرب زمايلهم بالغلط. ده ممكن يحصل بسبب معلومات غلط أو ضعف التواصل أو ضعف الرؤية أو تحديد الهدف بشكل غلط. في الناصرية كل المشاكل دي حصلت في نفس الوقت. المارينز قدروا يوصلوا ويسيطروا على الطريق المهم، بس الثمن كان غالي عليهم. 18 من المارينز ماتوا في المعركة الشديدة في اليوم ده. الجزء من الطريق اللي عدوا عليه اتسمى طريق الكمائن بسبب الهجمات المتتالية اللي واجهوها هناك. مش بس الناصرية هي اللي سببت مشاكل للتحالف. في ليلة 23 مارس لحد فجر 24 مارس، الجيش الأمريكي بعت هليكوبترات أباتشي الهجومية ضد الحرس الجمهورية. الأباتشي تعتبر زي مركبة هجومية ثقيلة في الجو، فيها صواريخ وقذائف ومدفع علشان تدمر الدبابات وأهداف تانية على الأرض. القادة الأمريكان كان عندهم ثقة كبيرة في العملية. كانوا متوقعين إن الهليكوبترات هتقدر تدخل بعمق في مواقع العراقيين وتدمر عربيات كتير، لكن المدافعين العراقيين كانوا مستعدين. وأثناء ما كانت طيارات الأباتشي بتطير على ارتفاع منخفض، ضربوهم بأسلحة مضادة للطائرات، رشاشات، وحتى أسلحة صغيرة من على الأرض. مش لازم كل طلقة توقع الهليكوبتر مباشرة. حتى لو اتصابت الماكينة أو الريشة أو نظام الوقود أو أجهزة الملاحة، ممكن يضطروا ينسحبوا. من بين 32 أباتشي شاركوا في العملية، تقريبا كلهم اتصابوا أو تعطلوا. واحدة من الهليكوبترات وقعت في منطقة تحت سيطرة العراق، وتمسك الطيارين الاثنين اللي فيها. الأضرار اللي عملوها في الهدف كانت قليلة جدا، وده كان تحذير كبير للتحالف. ده وضح إنه حتى لو أسلحة العراق كانت قديمة، ممكن تفضل خطيرة لو استخدمت مع بعض وبطريقة منظمة ضد الطيارات اللي بتطير على ارتفاع منخفض. وفي نفس الوقت ضربت عاصفة رملية قوية جنوب العراق، وكل حاجة حواليهم بقت لونها برتقالي تقريبا. الرؤية قلت، والرتل العسكري بقى أبطأ، وبقى الطيران أصعب كمان. الرملة الناعمة لزقت في الماكينات والأسلحة والعربيات وأجهزة الاتصال، والجنود كمان كانوا مش قادرين يشوفوا حتى لو اللي قدامهم على بعد كام متر بس. بسبب العاصفة الرملية والكمين في الناصرية وفشل هجوم الأباتشي، بدأ الناس يتساءلوا إذا كان الغزو بدأ يبطأ فعلا. بس بشكل عام القوات الرئيسية للتحالف كانت لسه بتتقدم. في الأيام الأولى كان أكبر مشكلة ليهم هي طول خط الإمداد، مش الجيش العراقي النظامي. كان لازم يفضلوا ينقلوا الأكل، المياه، الذخيرة، الوقود، قطع الغيار والإمدادات الطبية من الكويت. كل ما الجنود بيبعدوا عن الحدود، كل ما الطريق اللي محتاجين يراقبوه بيطول أكتر،
المقاتلين العراقيين غير النظاميين استغلوا النقطة دي. بدل ما يواجهوا تشكيلات الدبابات الرئيسية، هاجموا القوافل الأضعف وحدات الصيانة وعربيات الإمداد اللي ورا. قبل ما تحصل الاشتباكات دي، التحالف حاول يسيطر بسرعة على الأماكن المهمة في الجنوب. القوات الأمريكية والبريطانية سيطروا على شبه جزيرة الفاو، منشآت النفط الجنوبية، وميناء قصر. ميناء قصر مهم لأنه الميناء الكبير الوحيد في العراق اللي متصل مباشرة بالخليج الفارسي. لما يكون الميناء آمن، ممكن يستخدمه لإدخال المساعدات الإنسانية والمعدات الإضافية. حقول نفط الرميلة كمان مهمة. التحالف مش عايز اللي حصل في حرب الخليج يتكرر، لما القوات العراقية حرقت آبار نفط كتير في الكويت. عشان كده راحوا بسرعة على منشآت النفط علشان يمنعوا أي تدمير كبير ممكن يحصل هناك. في الشمال، قوات التحالف الخاصة تعاونت مع البيشمركة الكردية، وفي الغرب عملوا غارات وحركات عشان يشتتوا قيادة الجيش العراقي. الهدف من ده كان يبين إنه ممكن يكون في قوة كبيرة تانية داخلة من اتجاه الأردن. قبل الغزو، حاولت المخابرات الأمريكية تقنع بعض قادة الجيش العراقي إنهم يستسلموا أو ينشقوا عن صدام. استخدموا مكالمات، إيميلات، منشورات، ورسائل اتبعت للوحدات العسكرية. لكن ده ما عملش انشقاقات كبيرة في الأيام الأولى. في ناس استسلمت، بس كتير منهم فضلوا في أماكنهم، يا إما خوف أو بسبب أوامر الحكومة، أو عشان كانوا لسه مصدقين إنهم يقدروا يقاوموا. الجيش العراقي كان عدده كبير، بس ده مش معناه إنه الكل كان جاهز يقاتل. كتير من دباباتهم كانت قديمة، بيضة، أو ناقصة صيانة. الاتصال بين الوحدات كان ضعيف برضو. فيه ضباط عراقيين شاطرين، بس مش دايما هم اللي في أعلى المناصب. تحت حكم صدام، كان الولاء لحزب البعث أهم بكثير من الكفاءة في الاستراتيجية العسكرية. عشان كده كثير من القادة كانوا خايفين يخلوا قرارات بنفسهم. كانوا لازم يستنوا أوامر من فوق، حتى لو الوضع بيتغير بسرعة. في 17 مارس 2003 الرئيس بوش ادى صدام وأولاده 48 ساعة عشان يسيبوا العراق. القيادة العراقية رفضت. بعد يومين من ده، أمريكا ضربت مكان في مزرعة الدورة برا بغداد. بناء على المعلومات وقتها، كانوا فاكرين إن صدام وبعض المسؤولين الكبار ممكن يكونوا هناك. هو ما كانش هناك. بعد كده حصلت هجمات جوية تانية ضد القيادة، مراكز القيادة، أنظمة الاتصالات، وأهداف عسكرية. في 20 مارس القوات البرية الرئيسية عبرت الحدود فعلا، دخلوا جنوب العراق بسرعة. لكن اللي حصل في الناصرية وكربلاء كان أول دليل واضح إن السرعة والأسلحة المتطورة مش كفاية عشان يتفادوا كل المشاكل. في أعداء مش سهل تشوفهم، في مدن يقدروا يحولوا كل شارع فيها لمتاهة. وفي وسط العمليات السريعة، حتى غلطة واحدة في الاتجاه أو راديو بايظ أو هدف غلط ممكن تؤدي لخسارة كبيرة. وكل ما التحالف بيقرب من بغداد، في معركة تانية بتحصل على التلفزيون. البنتاغون عارف إنه دعم الناس مهم، عشان كده أكثر من 600 صحفي اتضموا للجيش الأمريكي والبريطاني، والوحدات سموهم الصحفيين المرافقين للقوات. كانوا مع القوافل وبيناموا قريب من العساكر وبيشوفوا المعركة من الخط الأمامي، وبسبب كده قدروا يبعتوا فيديوهات حقيقية بسرعة من ساحة المعركة. بس ده ليه تمن، عشان بيعتمدوا على الجيش في الأكل والمواصلات والمعلومات والأمان. في ناس سألت إذا كانوا يقدروا يفضلوا محايدين ولا لأ، وكمان هم بيشوفوا الحرب من واحدة واحدة بس، عشان كده مش دايما بيشوفوا الصورة كاملة. وبالنسبة للبنتاغون البرنامج كان ناجح. بدل ما يكون كله مؤتمرات صحفية، شبكات التلفزيون استلمت فيديوهات مستمرة للدبابات والجنود والمعارك من الخط الأمامي نفسه. وفي نفس الوقت التحالف استخدم عمليات نفسية ضد الجيش العراقي. ملايين المنشورات اتحدثت من الجو، كان مكتوب فيها: ما تحاربوش، ما تدمرش منشآت البترول، وما تسمعوش للأوامر اللي ممكن تعرضكم للخطر. مش كلهم استسلموا على طول، بس كتير منهم غيروا هدومهم وسابوا سلاحهم ورجعوا بيوتهم. كتير من الجنود العراقيين العاديين ما كانوش واثقين في صدام، وكانوا عارفين كمان إنه صعب يقاتلوا عدو عنده تفوق واضح في الطيارات والدبابات والاتصالات والأسلحة الدقيقة. بعد توقف قصير في التقدم،
القوات الأمريكية الرئيسية اتحركت تاني ناحية بغداد، وأهم طريق كان ممر كربلاء. ده كان طريق ضيق بين كربلاء وبحيرة كبيرة في شرقها، ولما يعدوا من هنا هيبقى أسهل يوصلوا بغداد من الجنوب. بعض القادة العراقيين كانوا عارفين إنه الهجوم الرئيسي هيعدي من هنا، بس الأوامر من الحكومة كانت ملخبطة. فيهم مسؤولين كانوا بيبعتوا تقارير مبالغ فيها عن الهجوم المزعوم وهزيمة التحالف. عشان كده القيادة العراقية ما كانتش عارفة بالضبط القوات الأمريكية وصلت لحد فين، ولسه صدام كان شاكك إن الهجوم الكبير الحقيقي ممكن يجي من الغرب. ابنه قصي هو اللي كان ماسك كثير من القرارات العسكرية. غالباً الأوامر كانت بتتبعت عن طريق رسل مش عن طريق الراديو، عشان التحالف ما يعرفش يحدد مكانهم. ده كان أكثر أمان ضد المراقبة الإلكترونية، بس كمان أبطأ. لما الأمر يوصل لوحدة معينة ممكن يكون الوضع في ساحة المعركة تتغير. في يوم 2 إبريل 2003 وصلت فرقة المشاة الثالثة الأمريكية لجسر مهم على نهر الفرات قريب من المسيب. كان لازم ياخدوا الجسر علشان الدبابات وباقي العربيات يقدروا يعدوا لبغداد. المهندسين العراقيين حاولوا يفجروه، جزء من الجسر اتدمر بس لسه ممكن يعدوا عليه. القوات الأمريكية استخدمت ستار الدخان علشان المدافعين العراقيين ما يقدروش يشوفوهم كويس. كمان دعموا بهليكوبترات أباتشي وعربيات برادلي القتالية وقوارب هجوم. المدفعية العراقية كانت بتضرب جامد بس ما قدرتش تخترق بسهولة التدريع الثقيل لدبابات أبرامز وعربيات برادلي. لما المدرعات الأمريكية عدت، المدافعين العراقيين تغلبوا في القتال القريب. القوات العراقية حاولت تستخدم شاحنات محملة بالمتفجرات ضد الكوبري، بس اتشافوا واتدمروا قبل ما يوصلوا للهدف. بما إن التحالف سيطر على المعبر، الطريق الرئيسي لبغداد بقى مفتوح. في الجنوب، القوات البريطانية في البصرة كانت أكثر حذر. ما هاجموش على طول جوا وسط المدينة، حاصروها الأول، جمعوا معلومات واستنوا لحد ما قوات الحكومة تضعف. الطريقة الحذرة كانت مهمة عشان كتير من سكان البصرة شيعة مسلمين، وتعرضوا للاضطهاد من حكومة صدام لفترة طويلة. في الآخر القوات البريطانية دخلت وقدرت تسيطر على المدينة. في بغداد، الخطة الأولى للأمريكان كانت يحاصروا العاصمة واحدة واحدة. كانوا حيبنوا قواعد حوالين المدينة ويعملوا غارات متتالية قبل ما يسيطروا على المدينة كلها. لكن ده تغير لما القادة شافوا إنه دفاع العراق ضعيف وفوضوي. في 4 إبريل القوات الأمريكية سيطرت على مطار بغداد الدولي. ده كان انتصار مهم لأنهم بقوا في الجزء الغربي من العاصمة، وبقى عندهم مكان آمن للإمدادات وجنود زيادة. بعد كده الفرقة الثالثة مشاة طلبت إذن إنها تبعت دبابات تدخل بغداد. الهجوم ده تسمى ثاندر ران. ده ما كانش دورية عادية، ده كان دخول سريع وقوي للدبابات والمركبات المدرعة جوا المدينة. الهدف منه كان يختبر الدفاع وتدمير مواقع العدو، ويوروا إنه التحالف يقدر يدخل العاصمة. في يوم 5 إبريل الأمريكان عملوا أول عملية ثاندر ران. 28 دبابة أبرامز و14 عربة برادلي عدوا على الطريق الرئيسي ناحية المطار. هم بيتقدموا اتضرب عليهم نار من المباني والعربيات، وجنب الطريق دبابة أبرامز وهردة عطلت واتثبت. وفي الآخر طيارتهم ضربتها بالقنابل عشان القوات العراقية ما تقدرش تستولي عليها. الحكومة العراقية استخدمت فيديو الدبابة اللي تعطلت كدليل إنهم قدروا يوقفوا الأمريكان، بس الرتل المدرع الرئيسي وصل برضو لهدفه. الغارة الأولى وضحت إنه لسه فيه مقاومة في بغداد، بس ما فيش قيادة مركزية منظمة. بعد يومين من ده الأمريكان عملوا عملية ثاندر ران أكبر. بدل ما يرجعوا للمطار بس، القوة المدرعة لفت ناحية منطقة الحكومة في وسط بغداد. وصلوا بسرعة لمنطقة القصور الرئاسية. الطرق كانت واسعة والمكان مفتوح، عشان كده كان سهل على الدبابات تشوف وتضرب المقاتلين العراقيين اللي بيقربوا. بس كان فيه خطر كبير لو فضلوا هناك. كان لازم يجيبوا لهم وقود وأكل وذخيرة. شاحنات الإمداد أضعف من الدبابات، ولازم تعدي من نفس الطريق السريع اللي بيتهاجم باستمرار. وفي نفس الوقت كان لازم المشاة الأمريكان يؤمنوا الكباري المهمة اللي ورا رتل المدرعات.
لو المقاتلين العراقيين سيطروا على الكباري دي، ممكن يقطعوا الطريق للخروج ويتحاصر الدبابات في وسط بغداد. اتعرضت الكباري لهجمات متكررة، كان فيه جنود عراقيين وميليشيات ومقاتلين أجانب بيقربوا في مجموعات صغيرة وبعربيات مختلفة. في بعض الأماكن المدافعين الأمريكان كانوا على وشك يخلصوا معاهم الذخيرة. كمان اتضربت قافلة الإمدادات في شاحنات اتعطلت واتحرقت، بس العربيات اللي فضلت قدرت تعدي ووصلت الإمدادات اللي محتاجينها للمركز. بسبب كده القادة الأمريكان قرروا ما يتراجعوش. الهجوم اللي كان المفروض يكون دخول مؤقت بس بقى سيطرة دائمة على مركز بغداد. عمليات الثاندر رانز يوم 5 أبريل و7 أبريل كانت السبب في سقوط الدفاع المنظم للعاصمة بسرعة. وأثناء ما المدرعات الأمريكية كانت في منطقة الحكومة، القيادة العراقية ما كانش عندها سيطرة واضحة. صدام كان بينتقل من بيت آمن للتاني. كتير من المسؤولين اختفوا أو استخبوا أو هربوا. الوحدات اللي فضلت كانت بتتحرك من غير خطة موحدة، ومع كده المدينة لسه ما كانتش آمنة. كان في مدنيين اتحشروا في وسط المعركة لما الدبابات دخلت الشوارع الرئيسية، وكان فيه حركة مرور عادية. عربيات مدنية اتوجدت في نص درب النار. في 9 إبريل مشاة البحرية الأمريكية وبعض العراقيين أسقطوا تمثال صدام الكبير في ميدان الفردوس. المشهد ده اتعرض على التلفزيون كتير. لكتير من المشاهدين ده كان رمز لسقوط حكومته، بس الحشد كان أصغر من اللي اتعرض في لقطات الكلوز أب الكتير. حسب التحليلات اللي جات بعد كده، التغطية المتكررة كبرت الانطباع إن فيه مجموعة ضخمة في الصليب الأحمر في بغداد اللي كانوا موجودين هناك. صحيح إن حكومة صدام وقعت، بس ده مش معناه إنه مشاكل العراق خلصت. القوات البريطانية سيطرت على البصرة، وبعد كده الأمريكان دخلوا تكريت اللي هي مسقط رأس صدام وأهم قاعدة دعم ليه. في 1 مايو 2003 الرئيس بوش أتكلم من على حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن. ورا ظهره كان فيه بانر كبير مكتوب عليه المهمة أنجزت. البانر ده كان معمول أصلاً عشان انتهاء مهمة السفينة، بس بسبب المكان والتوقيت بتاع الخطاب كتير شافوا ده كأنه إعلان إن الحرب كلها خلصت، وده مش بالضبط اللي قاله بوش. هو قال إنه العمليات القتالية الرئيسية انتهت، بس التحالف هيفضل موجود عشان يساعد في الانتقال من الدكتاتورية للحكومة الجديدة. في خلال أسابيع قليلة بس صدام فقد السلطة والجيش العراقي النظامي انهار. بس الفوز السريع في ساحة المعركة مش معناه إنه الفرصة جات لهم. التحالف سيطر على بغداد. السؤال الأصعب دلوقتي هو إزاي حيديروا بلد فقدت فجأة القائد بتاعها؟ القيادة العسكرية، سيطرة الشرطة، وحكومة شغالة. حكومة صدام وقعت بسرعة، بس بعد المعركة ظهرت مشكلة أكبر. السلطة اختفت، كثير من مكاتب الحكومة وقفت، وبدأ نهب واسع النطاق في بغداد ومدن تانية. اتسرق اللي في المحلات والمكاتب والمستشفيات والمتاحف والمباني الحكومية. في أماكن كتير ما فيش حد كان بيوقف الحرامية. قوات التحالف كانت قليلة عشان تقدر تحمي البلد كلها، وكانوا بيركزوا أكتر على حماية الأهداف العسكرية بدل المباني العادية وبيوت الناس. بالنسبة لكثير من المدنيين العراقيين الرسالة كانت واضحة. التحالف قدر يوقع الحكومة القديمة، بس ما قدرش يحافظ على النظام بسرعة. اللي حصل في مواقع تخزين السلاح كان أخطر. كثير من المخازن اللي مليانة ذخيرة ما كانش عليها حراسة، متفجرات، صواريخ وأسلحة تانية. حسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، السرقات انتشرت بسبب عدد مواقع التخزين الكبير وقلة التأمين عليها. كتير من الأسلحة اللي اختفت هنا انتهت في إيدين جماعات حاربت التحالف بعدين. وكمان الولايات المتحدة ما كانتش مستعدة لانهيار النظام القديم بسرعة. كان فيه خطط لتسليم الإدارة بسرعة للعراقيين المنفيين اللي كانوا عايشين برا البلد لفترة طويلة. لكن لما وصلوا العراق اكتشف المسؤولين الأمريكيين إن الدعم الحقيقي ليهم من الناس العاديين كان محدوداً جداً. وفي نفس الوقت فضلت الحدود الكثير مفتوحة ودخل مقاتلين أجانب، وكان في مدن في الشمال والغرب تقريباً ما فيش وجود للتحالف فيها. في 12 مايو 2003 تم تعيين بول بريمر علشان يقود سلطة الائتلاف المؤقتة أو CPA. دي الحكومة المؤقتة
اللي هتمسك العراق لحد ما يبقى فيه قيادة عراقية جديدة. واحدة من أول الحاجات اللي عملتها CPA كانت عملية اجتثاث البعث بشكل واسع، وشالوا أعضاء حزب البعث من المناصب الحكومية العليا. الهدف من ده كان يمسح تأثير الحزب اللي استخدمه صدام عشان يسيطر على البلد. بس كان فيه مشكلة كبيرة. تحت النظام القديم كتير من المدرسين، المهندسين، الدكاترة، المديرين وموظفين الحكومة العاديين كانوا مضطرين ينضموا لحزب البعث عشان يلاقوا شغل أو يترقوا في مناصبهم. عشان كده لما تنفذت الإقالات الجماعية، مش بس الناس المخلصة لصدام هم اللي فقدوا شغلهم، وكمان ناس كتير عندهم خبرة في إدارة الحكومة اتشالوا. القرار اللي جه بعد كده كان أصعب. في 23 مايو سلطة الائتلاف المؤقتة أصدرت الأمر رقم 2. القرار ده حل الجيش العراقي وكذا منظمة أمنية وحكومية. فجأة مئات الآلاف من الجنود السابقين فقدوا شغلهم ومرتباتهم. كتير منهم عندهم تدريب عسكري وعارفين فين الأسلحة متخبية، وبعضهم حس إنهم اتعاملوا كأعداء، مع إنه مش كلهم كانوا مخلصين لصدام. بدل ما يستخدموهم علشان يساعدوا في الحفاظ على الأمن، بقوا برا النظام الجديد. بعضهم رجعوا بيوتهم في هدوء، لكن في ناس انضموا لجماعات مسلحة وساعدوا في التمرد أو باعوا خبرتهم وسلاحهم. ده كان واحد من أكبر الأخطاء في المرحلة الأولى من الاحتلال. وفي نفس الوقت كان غضب الناس بيزيد. كان في عراقيين فرحوا في الأول بزوال صدام، لكن الفرحة دي بسرعة تحولت لخوف وشك لما فقدوا الكهرباء والشغل وحماية الشرطة والخدمات الأساسية. من وجهة نظرهم ما بقوش شايفينها تحرير، بقت احتلال أجنبي، وبقت المناطق اللي فيها أغلبية سنية واللي كانت قريبة من سلطة صدام زمان أكثر توتر. ومن الأماكن دي الفلوجة. المدينة ما اتدمرتش قوي في الغزو الأولاني، بس عشان سيطرة التحالف كانت ضعيفة وغضب السكان كان عالي، بسرعة بقت مركز للمقاومة. هناك بدأ يتضح جوهر المشكلة الحقيقية. المعركة الرئيسية ضد الجيش العراقي النظامي خلصت، بس لسه ما فيش حكومة جديدة مستقرة ولا شرطة شغالة ولا قوة أمن كفاية. النظام القديم وقع قبل ما يتبني اللي هيجي مكانه، وفي الفراغ ده انتشرت الأسلحة والغضب والخوف وجماعات مستعدة للقتال. الحرب اللي الناس كانوا فاكرين هتخلص بسقوط بغداد دخلت في مرحلة أطول وأكثر فوضى.